فعلا شكرا لصاحبة الوصفة دي. سهلة جدا، بسيطة، طعمها حلو قوي، مكوناتها بسيطة ان شاء الله، وبتعمل معاكي كمية حلوة تنفع معاكي بقى في المناسبات وفي اعياد الميلاد. تقدري كده تحتفظي بيها عندك علشان بجد هتنفعك الايام اللي جايه. ويا سلام بقى في رمضان ما يبقى عندك عزومة، تعملي الوصفة دي تجنن، هتبهريهم فعلا. حلوة جدا جدا، وانسى اي طريقة بسبوسة تانية بعد الطريقة بتاعت النهاردة. ولا طعمها بقى مش قادرة اوصفلك حلاوته. يلا بينا نسمي الله وننزل في الكومنتات نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحطي لايك كده حلو للفيديو. ويلا بينا نشوف احنا اول حاجه هنعملها ايه. اول حاجه هنعملها الكريمه. عندي هنا 3 كوبايات من اللبن الحليب، هنزل عليهم ب3 معالق كبار من النشا، 3 معالق كده هرميين مليانين، وهنزل عليهم ب3 معالق كبار من السكر. هقلب كل المكونات دي على البارد، وما تنسيش تحطي رشه فانيليا. هقلبهم حلو قوي على البارد علشان النشا تدوب معايا كويس. هرفعهم على النار مع التقليب المستمر. اول ما تتقل عندي وتبقى بالقوام ده هسيبها جنبي تبرد تماما. بعد كده هنجيب البوله بتاعتنا، هننزل فيها ب3 بيضات، وهنزل عليهم بكوبايه من السكر، وهنزل كمان عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت، ومعلقه كبيره من السمن البلدي او اي نوع سمنه انت تفضليه. وتقدري تستغني عن السمنه لو انت مش حابه تضيفيها خالص، بس بتفرق فعلا في الوصفه. بعد كده بحط كمان رشه من الفانيليا، وهقلب كل المكونات بتاعتي دي كده لغايه لما السكر يدوب تماما وتختلط معايا ولونها يفتح كده، وتبقى بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. ولو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنا بقى هبدا اضيف كوبايه من الحليب السخن، اللبن الحليب مش سخن قوي يعني دافي كده، كوبايه وربع بالظبط. انا ضفت كوبايه وربع من اللبن الحليب الدافي. وبعد كده هديله تقليبه حلوه قوي. بكون مجهزه جنبي 3 كوبايات، نص كيلو ما يعادل نص كيلو من سميد البسبوسه، حوالي كوبايتين ونص بالظبط بيطلعوا معاكي بنفس الكوبايه المعياريه اللي انا عيرت بيها في اول الفيديو. يعني الكوبايه اللي بستخدمها هي نفس الكوبايه اللي بستخدمها في كل حاجه. وضفت نص كوبايه من جوز الهند، وضفت باكت كامل من البيكنج باودر. والمقادير ان شاء الله هسيبها لكم تحت الفيديو باذن الله. وبعد كده هبدا اقلب المكونات بتاعتي بالشكل ده كده لغايه لما تتجانس معايا وتبقى بالشكل ده. بكون مجهزه الصينيه بتاعتي، الصاج بتاعي 30 في 40 مقاسه، وبدهنه سمنه وبنزل فيه بخليط البسبوسه بالشكل البسيط خالص ده. باجي بقى على الكريمه بفضيها في كيس حلواني، وببدا اعمل بيها خطوط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واظبطي ايدك بقى عن ايدي شويه انا صعب، فتحه الكيس نفسها كانت مش طالعه مظبوطه معايا. فانت اظبطي، هي عامه بتدخل الفرن بتطلع معاكي زي الفل، تبدا تتساوى كده وتطلع معاكي حلوه قوي. هنا بعد ما خلصت بالطريقه دي بدخلها فرن على درجه حراره 180. اخدت معايا بالظبط حوالي 40 دقيقه في الفرن. اول ما بلاقي الاحرف بتاعتها استوت ببدا ان انا افتح عليها الشوايه من فوق. بعد كده هنجهز الشربات. عندي كوبايتين من السكر، عليهم كوبايتين من الميه، عليهم عصره نص ليمونه، وكمان شريحه من الليمون. برفعه على نار. اول ما بيغلي بشيل اي حاجه بتطلع عندي على الوش. بعد كده بسيبه يغلي 5 دقايق بالظبط. بعد ال5 دقايق بطفي عليه النار وبرفعه من على النار. انا النهارده عايزه الشربات سخن والبسبوسه طالعه سخنه، الاتنين يبقوا سخنين. هنا بعد ما عملت الشربات ضفت عليه كمان معلقه سمنه كده، يا سلام، بتوديه في حته تانية. مش حابه تضيفيها مفيش اي مشكله خالص. طلعت البسبوسه عندي سخنه، وعندي الشربات سخن، وهسقي الاتنين بالشكل ده كده. تطلع معايا تجنن. سبتها تبرد خالص. بعد كده هقطعها معاكي بالشكل ده، وهتقدميها بألف هنا. حابه بقى ان انتي تحطي كده على الوش زي ما انا حطيت كريم شانتيه كده بالشكل ده، يا سلام، بديها طعم بقى حلو قوي. ما انا بقول لك دلعيها بقى، هي مش بسبوسه، ده هي جاتوه. تنفع معاكي في المناسبات وفي اعياد الميلاد، تنفع معاكي في رمضان ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على رمضان اهو. احفظي الفيديو ده عندك، بجد هينفعك الفتره اللي جايه كتير قوي.